قال تعالى: وما النصر إلا صبر ساعة. في البداية تحية لرئيس السودان العلماني الفيدرالي محمد حمدان دقلو، ولنائبه عبد العزيز الحلو، وقائد الطوفان الأعظم عبد الرحيم أبو كيعان الطيع الكيزان، قائد كل المتحركات لتحرير السودان من جيش الباسنجر وباقي حركات الارتزاق. طبعا من مصادر موثوقة أكدنا لكم هلاك ما يسمى بأبو عاقلة، قائد الدراع اللي بيخافوا من انباغا. طبعا الزول ده زمان هلك وفطس ولحق ناس عبد الله جنة وغيرهم من الكتائب الارهابيه وحركات الارتزاق والملايش القبليه المسانده لجيش دوله 56. الان هم بينعموا في جنه اريكرت زي ما يحلو للاشاوس، لكن ان شاء الله في الايام القادمه حتشوفوا حاجه كده جميله جدا. الان الزواطه في حاله نفسيه منهاره تماما، لانه الاشاوس زانقينهم تجاه النيل الازرق. وان شاء الله أنا ترى البيشي ده ما بنقول بس النار وكده، الجزيرة دي لأنه الزواطة العملوا في أهلنا ناس الكنابي وغيرهم وغيرهم، لو لقيتوا ذاته ناظر الكواهلة وغيرهم وغيرهم يتكلموا بطريقة عنصرية عن إنهم طردوا وكذا. المهم الحياة دي كلها نحن عشانها جايين بقوة نسترد الجزيرة سنار وأي مكان ورامين لقدام. الآن الأشاوس من داخل أم درمان إن شاء الله في أطرافها، بس بكرة بتشوفوا اللايف من جوا أم درمان. وأرموا قدامي أبطال النصر قادم 2 بس.